عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الخميس، وقفة رمضان، وقفة العيد. كل سنة وانتم طيبين وكل شعب مصر طيب. النهاردة معانا تركيبة جديدة من مدينة دمنهور ومعانا طبق متر و80 ECC. طبعا احنا معدلين الدنيا ومظبطين الدنيا، وصاحب الطبق استاذ احمد طبعا دهن البولر او مغير البولر بتاع الطبق ودهنه وعامل ستاند جديد. طبعا هوريكم زي ما قلت لكم ECC متر و80 زي ما انتم شايفين معايا. ادي كلمة ECC مش باينة، يعني ايه، باينة خفيف قوي كده. وادي طبقنا، وده كده الستاند بتاعنا. طبعا احنا مكرمين بمسامير بفيشر زي ما انتم شايفين. ادي الستاند بتاعنا، وادي الميزان من اول اتجاه. ادي كده ميزاننا زي ما انتم شايفين معايا من اول الاتجاه، وادي الاتجاه التاني. ادي الاتجاه التاني زي ما انتم شايفين. اصر ان هو يعمل لنا شاي. ربنا يخليك يا استاذ احمد، تعبتك معايا ومعلش بقى. رمضان كريم. بس الله اكرم يا فندم. كل سنه وانت طيب. نورت الدنيا والله يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ احمد، ربنا يديك الصحه. ربنا يعزك. طبعا احنا زي ما احنا قلنا احنا في محافظه دمنهور ومدينه دمنهور، عند نادي التطبيقيين كده، وبعد المحافظه بشويه. واتشرفت طبعا النهارده باستاذ احمد. شرف ليا. طبعا المفروض التركيبه دي عايز اقول لكم انها متاجله بقالها 4 شهور او 5 شهور. فعلا صح؟ فعلا الحمد لله. اخيرا باشمهندس نعيم غطاس استجاب لي اخيرا، على الرغم ان هو كان عنده ظروف قاهره، وعلى الرغم من كده اصر انه يجي. الحمد لله. الراجل كان عنده حاله وفاه، وانا طلبت منه ان هو ياجل التركيبه دي شويه. يعني احنا لازم نراعي بعض. ربنا يخليك. اصر ان هو يجي علشان اداني ميعاد، واصر ان هو يجي. ربنا يخليك يا صاحبي. الالتزام بمواعيد حلو، بس اوقات بتبقى يعني ايه خارجه عن الاراده. واحنا كان المفروض ميعادنا امبارح، بس نظرا لظروف حاله الوفاه اللي كانت عندنا. نعم. الدنيا والدوام لله. بقاء لله وحده. ربنا يخليك يا احمد. الدنيا والدوام لله. بقاء لله وحده. والحمد لله احنا كده ثبتنا استندنا اهوت زي ما انتم شايفين، وجمعنا البولر بتاعنا بطبقنا، وجمعنا 3 دراعات بتوعنا بمسمار 10 عشان ضبط البقرة. طبعا معلقين هنا معناش ورق صغيرة بقى، فحاطين ورق كبيرة وورق كاوتش زي ما انتم شايفين على 3 دراعات. وبرضو معانا 3 ورق كاوتش هنا اهمت. ادي وردة، وادي صباح، وادي شادية. ومعايا استاذ احمد واقف عمال يضحك. وطبعا برضو بركز معاكم على زي ما انتم شايفين السيخ اللي جوه. طبعا قاعد على الستاند او مريح على الستاند. احاول اجيبه لكم من جوه اهوت. ادي الستاند بتاعي، الشفتين راكبين جوه، ومساميري زي ما انتم شايفين، والبولر بتاعي متساوي. وطبعا احنا مغيرين طقم مسامير كامل زي ما انتم شايفين. ادي اتجاه النايل ساب بتاعي زي ما انتم برضو متعودين معايا. ادي مجالي مفتوح اقصى الغرب. طبعا عندي شبكه محموله اهيت زي ما انتم شايفين في اقصى الغرب بتاعي، ومجالي كده اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا الارتفاع اللي قدام مني ده بعيد عني شويه، فمش هيأثر عليا في حاجه. واقصى الشرقي بتاعي. طبعا احنا معانا المفاجاه بقى اللي وصلت لقيناها، ان احنا لقينا موتور 18 مش 24. فهنحاول بقى نشتغل فيه على قد ما ايه يعني نشتغل بيه لاخره. من ربنا ييسر الحال نحاول نهز بسات كده نشوف دنيتنا اخره معانا هيجيب ايه، ونبدأ نحط فلانشتنا
ونربط مساميرنا ونحط عدستنا. طبعا طقم الدراعات الجديد اللي احنا جايبينه دوت مش هغناهوش انه دراع شعبي، طقم شعبي. فالدراع الاصلي اللي جاي مع الطبق انضف من الطقم اللي جاي. وده كان بولر الطبق وعدلناه، غيرنا بولر. طبعا استاذ احمد داهن، فاكك وداهن وعامل احلى شغل بصراحه. الله يكرمك يا بامانه اقسم بالله، يعني عامل شويه فينش في الطبق. والله العظيم يا جماعه، كل اللي انا عامله ده مش من اختراع مني، ده بفضل توجيهاته هو. ربنا يخليك. وقبل ما اتصل بيه وقلت له اعمل كذا قال لي اعمل كذا 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 كذا، وعملته بناء على توجيهاته، ده مش اختراع مني ولا حاجه. ربنا يخليك يا استاذ احمد، وربنا يقدرني كده واكون عند حسن ظنك. ربنا يديك الصحه يا باشمهندس ويخليك لينا، ودايما تستجيب لاي حد بيتصل بحضرتك. ربنا يخليك يا استاذ احمد. لان اي حد هيتصل بحضرتك عشان خاطر تيجي تركب له الطبق دوت مش هلاقي احسن منك اصلا. ربنا يخليك. ربنا يعزك. خليكم معايا كده بقى نجمع طبقنا. وطبعا استاذ احمد يعني انا مش عارف اقول له، هو عمال يقول كلام انا ربنا يقدرني واكون عند حسن ظنه. ودي مسؤوليه يا جماعه، والله اقسم بالله كل واحد بيقول كلمه في حق العبد لله بتبقى مسؤوليه على رقبه الواحد، لازم يكون قدها. وربنا يقدرنا كده ونكون قدها ان شاء الله. خليكم معايا كده نشوف دنيتنا بقى بعد كده فيها ايه. نرجع للبولر بتاعنا. الشمس راحت شويه فحابب اوريكم القعده. ادي السيخ الازرق اللي جوه اهوت قاعد على الماسوره او الستاند، عشان الناس اللي بتغلط كتير وبترفع بيقول لك البولر مش داخل في القعده او بتسال السيخ ده لازمته ايه. السيخ ده يا باشا السناده بتاعتك او ميزان الطبق على الستاند، لازم يكون السيخ قاعد على الستاند زي ما انت شايف كده. وادي طبقنا برضو، ادي النوفا المقصوص منها حلقتين زي ما انتم شايفين. وادي العدسه الفيد، وادي العدسه بتاعت العميل او استاذ احمد، شخصيه محترمه. ادي العدسه راكبه، وادي العدسه مفيد، وادي العدسه المقصوص منها حلقتين. طبعا لما جربنا العدسه اللي راكبه دي حاليا على استرا 19 جايب معانا 38 52 على 12 226. لما جربنا المقصوص منها حلقتين جايبه معانا 52 57. لما جربنا العدسه مفيد على نفس التردد اللي هو 12 226 بتاع قنوات فوكس جايب معانا 76 80. طبعا هنا النتيجه واضحه زي الشمس. رافع معايا على 57 شرق على التردد 11105. العدسه مفيد تكسب طبعا، واصله معايا 80 84 على المقصوص منها حلقتين، واصله معايا 57. وعلى الوضع دوت 52 57. فالموتور بتاعنا زي ما انتم شايفين موتور 18. بس طبعا انا مش هشتغل على الموتور، انا بظبط مداري كامل والكمال لله وحده. وحته الموتور بقى هي اللي هتحكمني في مداري. فانا بعت اجيب مسمارين طوال للموتور بطول 20 سنتي او 15 سنتي، بحيث ان انا اعلى بالموتور على اساس ان انا اخد من اول الهزبه لغايه نهايه الموتور. وربنا ييسر الحال نبدا نوريكم الدنيا هتمشي ازاي في الاشارات مع الموتور ال 18. وادعوا لنا بالتوفيق. واحنا كده نشكر ربنا الحمد لله خلصنا ظبط مدارنا وتركيبة طبقنا. وبشكر استاذ احمد على ضيافته. ما عملتش اي حاجه خالص، اقل من الواجب بكتير جدا، واقل ما تستحق باشمهندس نعيم. حبيبي اخويا الله يبارك لك، ربنا يديم معروف.
وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم، وتعبناك معانا في الطلوع والنزول. يا باشا انا تحت امرك وتلميذك، وانا ما كنتش شغلتني وعملت كده ورحت ونزلت وجيت كأني انا ما ركبتش طبق. تسلم يا استاذ احمد، ربنا يخليك. طيب ادي وضع طبقنا زي ما انتم شايفين في الكاميرا. احنا كده واقفين على 68 شرق 62 شرق الايراني، و ادي حالة طبقنا زي ما انتم شايفين معايا. انا طبعا عمال الف حوالين الطبق اهوت، وادي طبق معايا اهوت. طبعا الشمس بسم الله ما شاء الله يعني مش شايفين حاجة، و ادي الطبق. طيب تعالوا كده بقى نستعرض مع بعض الاشارات من المدار من الشرق للغرب. هناخدها عكس كده معانا عشان احنا كده نبدأ ايه ننزل على الغرب. واخدين من 30 غرب هسبسات ولغاية الايراني 62 شرق. طبعا العدسة اللي راكبة عدسة نوفا، ما قصناش منها اي حاجة زي ما انتم شايفين اهيت، عدسة مش مقصوص منها اي شيء. هو استاذ احمد بس دهنها فضي، دهن الكفر فضي. وخليكم معايا كده. قول يا استاذ احمد. وما تنساش ان الاشارات من غير فيد وبالمنظر دوت يعني حاجه ما فيش بعد كده. ربنا يخليك يا استاذ احمد، ربنا يعزك. ده 50 جنيه ايه؟ جايب العدسه ديت لما كنت جايبها ب 50 جنيه وجايبه الاشارات ديت. قلت لكم احنا كده واقفين على القمر الايراني ونشوف اشاراتنا. طبعا الشمس بقى انا يعني ايه نحاول كده نشوف بس الاشارات. ادي اشاره فيرزاتش الايرانيه، تردد 11 3 خمسات فيرتيكال على 30000. اشارتنا 91. ونشوف قمر اللي بعده. طبعا انا مش هاخد المدار كله، انا هاخد الاشارات الحاجات المهمه، لان استاذ احمد مش من هواة الحاجات اللي هو الكوره والرياضه فقط لا غير. فدي كده معانا ان اس 57 شرق والتردد 11105 افقي على 45000 واشارتنا 64%. ونشوف وكده وصلت معاكم للقمر الياسات. ادي وضع طبقنا على الياسات، وادي موتورنا. طبعا انا معلي الموتور هنا بمسمارين طوال. حد هيقول لي انت معلي ليه؟ اقول لك عشان الموتور ده 18 وعشان ابعد عن حرف البولر ما يخبطش في البولر. فانا طالع بالموتور لفوق عشان اخد من ال 62 لغايه ال 30 غرب او الهسبسات لغايه ال 62. ونشوف قناه فيرزاتشن على القمر الياسات، والتردد 11786 افقي على 27500 معدل الترميز. وادي زي ما انتم شايفين الاشاره 91. ايه كده وصلت معاكم برضو للقمر الازري وقناه السي بي سي سبورت، والتردد 11173 افقي على 30000. واشارتنا زي ما انتم شايفين 91 ثابته بدون نقاش. وادي برضو وضع طبقنا على القمر الازري. وكده معاكم على قمر 45 شرق ملاصق للقمر الازري، والتردد 11 3 خمسات فيرتيكال على 30000 واشارتنا 94. ونشوف ماكس سبورت على القمر دوت جايبه كام. معانا 94 ماكس سبورت 1، والتردد 11475 فيرتيكال على 30000 واشارتنا 94. ونشوف قنوات ديما. وديما سبورت 3 والتردد 12520 فيرتيكال برضه على 30000 واشارتنا 94%. الله ينور يا معلم. حبيبي يا استاذ احمد. الله ينور يا استاذنا. ونشوف وصلنا معاكم للقمر التركي 42 والتردد 12054 افقي، معدل ترميز 27500 والاشاره 94 زي ما انتم شايفين. ونشوف قنوات ديما. وديما سبورت 3 والتردد 12520 فيرتيكال برضه على 30000 واشارتنا 94%. ونشوف قنوات ديما. وديما سبورت 3 والتردد 12054 افقي، معدل ترميز 27500 والاشاره 94 زي ما انتم شايفين.
اللي وصلت معاكم ل 39 شرق وقمر هلسات، والتردد 12328 فيرتيكال 30000 معدل الترميز، واورنج سبورت، واشارتنا 91 زي ما انتم شايفين. نيجي لسات 30 وقناة السعودية، تردد 10924 افقي على 17000 ترميز، واشارتنا 92 زي ما انتم شايفين. وضع البولر بقى على حرف وادي وضع البولر عشان خاطر استاذ احمد، وعشان خاطري طبعا. ادي وضع البولر حرف اليو زي ما انتم شايفين اهوت، مستقيم مع البولر. هو ده شغل الهندسه يا جماعه. العرب سات يا جماعه، لو ما جاش بالشكل اللي الباشمهندس نعيم بيعمله كده انسى اي تردد او انسى اي حاجه تعملها. ادي وضع البولر بتاعنا. تسلم يا استاذ احمد، ربنا يخليك. ادي وضع بولرنا وده حرف اليو. نيجي بقى كده للعدسه بتاعتنا من قدام وش الطبق. ادي العدسه بتاعتنا مستقيمه مع الطبق ده كده. العرب سات 30 يا جماعه سنتر. نبدأ بعد كده ننزل على القمر اللي بعده ونشوف أسترا 19. طبعا قبل أسترا 19 حبيت 20 وقناة زيجو سبورت، والتردد 12129 أو 12130 وفيرتيكال على 29900، وإشارتنا 86 84 زي ما انتم شايفين. كده وصلت معاكم اليوتل سات 21 و ام بي سي هوت بيرد، والتردد 11582 فيرتيكال على 2850، واشارتنا 93%. ونشوف العربية الحدث او سيرفيس. ان شاء الله خير يا اخوه. طبعا يا اخوه فريقك المفضل الاوروبي. وادي فيد على يوتل سات 21 فيد ثابت، والتردد 11671 فيرتيكال على 2917، واشارته 80% زي ما انتم شايفين. معاكم لاسترا 19 المجنون رقم 1 عشان خاطر برضه استاذ احمد ما يزعلش. ادي وضع البولر بتاعنا على استرا 19 والتردد 12226 افقي على 27500، وقنوات بوكس استراليا، وجايبه معانا 52%. ونشوف 12188 افقي 27500 فوكس برضو، وجايب معانا 38%. معاكم برضو اليوتل سات 16 قمر رياضي مهم، وارينا سبورت، والتردد 11678 افقي على 30000 92%. ونشوف زيجو زيدرج، والتردد 12674 افقي على 2929. القناة شغالة معانا اهي زي الفل بإشارة 57%. ونشوف وصلنا كده للقمر الأوروبي هودبر 13 شرق، والتردد 11488 افقي 27500 وقنوات 11، وجايب معانا 92% زي ما انتم شايفين. ونشوف قمر اللي بعد. وصلت كده معاكم اليوتل سات 10 وتردد 11343 افقي على 27500، واشارتنا 92%. ونشوف اورتك جايبه معانا كام بالوضع ده. اورتك جايبه معانا 38 اهي. طبعا هي بتاخد وقت على ما تشتغل شويه. ونشوف اشارتها معانا كام. زي ما انتم شايفين اورتك اهي تعلم الاشاره بتروح وتيجي. طبعا احنا ولا قاصين ولا حاطين فيد ولا عاملين اي حاجه، فالاشاره معانا مش ثابته.
بس شغاله اهي 38 زي ما انتم شايفين. وصلنا للقمر البلغاري و 12457 افقي على 30000 واشارته 92 زي ما انتم شايفين. ونشوف ماكس سبورت 91 بالتردد 12341 افقي على ترميز 1000 30000. وماكس سبورت 2 12323 فيرتيكال على 30000 اشاره 91. وماكس سبورت 2 12092 فيرتيكال 30000 92%. ونشوف قنوات ديما والتردد 12418 افقي 30000 الترميز واشاره 91%. وننزل نشوف النايل سات. وصلنا معاكم للنايل سات وادي وضع طبقنا على النايل سات زي ما انتم شايفين الطبق الصغير لتحت. وقناة المجد والتردد 12053 او 54 فيرتيكال 27500 واشارتنا 91 زي ما انتم شايفين. والعربية تردد 11136 افقي 27593 و 12130 فيرتيكال 27593. ونشوف اطفال ومواهب 93 تردد 11373 افقي 27500 93%. وكده ننزل على الهزبة سات 30 غرب اول مدارنا عشان نبدأ نعتمد على الله ونشوف. وصلت كده معاكم ل 30 غرب ادي وضع موتورنا 30 غرب. والتردد سبورت 1 والتردد 12361 افقي 27500 و92%. ونشوف تردد 11347 افقي على 20860 91%. وجلوبي ونجيب ريال مدريد اهي عشان خاطر برضه استاذ احمد. والتردد 12671 فيرتيكال 30000 93%. وكده نشكر ربنا الحمد لله. نهاية الفيديو بتاعنا واستعراض اشاراتنا وظبط مدارنا وادي وضع طبقنا برضو على 30 غرب. وبرضو باكد ان الاشارات اللي احنا واخدينها ده يا جماعه بدون قص حلقات او تركيب فيد. وطبعا العصر بيدن ولسه هنرجع اسكندريه. وطبعا بشكر اخويا استاذ احمد على واجب ضيافته وكرمه. طبعا اهل دمنهور واهل البحيره كلهم اهل كرم. وشرفت بيك يا استاذ احمد خالص 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 غير ان هو يعني يستاهل اكتر من كده مليون مره. ربنا يخليك يا استاذ. وانا ما عملتش اصلا حاجه. ربنا يخليك. مهندس 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 حبيبي يا استاذ احمد. عدسه عاديه طبق انا بذلت فيه مجهود عملت فيه شويه شغل كده ولا بتاع سهلت له امور شويه. انما المكان صعب اللي احنا واقفين يعني. ويجي اشارات الهزبة سات ده ما كانش بيجي عندي خالص اصلا 23 ما كانش بيجي عندي خالص. ما شاء الله بشكرك والف شكر لحضرتك ونورت اهل البحيره كلهم. حبيبي يا استاذ احمد اتشرفت بيك واتشرفت باهل البحيره. ومش اول مره انزل دمنهور. انتوا اهل كرم وتحياتي ليك وتحياتي لاهل البحيره كلهم. وكل اللي انت قلته ده صدقني يعلم ربنا على راسي من فوق. ودي مسؤوليه انا مش قدها يعني. ربنا قدرنا. وبرضه حابب اوريكم الوقفه اللي احنا واقفينها يا جماعه. احنا واقفين فوق الشخشيخه بتاع السلم. هي يعني زي ما انتم شايفين ادي في ارتفاع حوالي 3 متر. بس الحمد لله يعني واسعه شويه مدينا الحركه براحتنا. طيب استنوني بقى كده في الفيديوهات القادمه بعد العيد ان شاء الله.